الكشري المصري وصل، هنعمله بكل خطواته وبكل حاجة فيه. هيطلع حوالي 5-6 خطوات كده، هنعملهم كلهم بالدقة بالبصل المقرمش بكل الخطوات بتاعته. هنعمل كمان الكشري في حلة واحدة بس، مع ان هو حواراته كتير، بس هنعمله مش هياخد معانا اكتر من 10 دقايق. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. لو عايزين تشوفوا الوصفة دي وكل الوصفات اللي بتنزل على قناتي وصفة هتعجبك، ما تنسيش تضغط اشتراك او سبسكرايب موجودة اسفل الشاشة، لايك وشير للفيديو، ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. اول حاجة هحط في الحلة شوية زيت، بعدين حطيت عليهم الشعرية، وبحضر عندي هنا حوالي 2 كوباية رز وعليهم ربع كيلو عدس بجبة، يعني برضو حوالي 1.5 كوباية كده عدس بجبة. هسيبهم بقى اغسلهم واسيبهم يتصفوا من المية، وبعدين هفضل اقلب في الشعرية لحد ما تتحمر معايا خالص وتوصل للدرجة اللي انا عايزاها، اللي هي الدرجة الذهبي، اللي هو يعني قبل ما يوصل للبني كده، علشان بس يبقى لونها واضح كده في وسط الكشري. وبعدين هحط هنا معلقة كبيرة من الملح، علشان الملح بيساعد ان الشعرية كلها تاخد لون واحد، وبيخلي الشعرية كده مش بتلزق في بعضها، لا بتبقى مفرودة كده زي ما هي وبتاخد لون واحد. هنشوفها بقى بعد ما تتحمر. طبعا اهم حاجة تغسلي الرز وتسيبيه يتصفى كويس قوي من المية، لانه هياخد تشويحة، وفي الاثناء دي تكوني مولعة على مية تسخن او تغلي، علشان هي دي اللي احنا هنسقي بيها الكشري. طبعا ما ينفعش تكوني بتعملي رز او كشري وتسقيه بمية باردة او بشوربة باردة، فطبعا الكشري المصري مش هنسقيه بشوربة، بس هنسقيه بمية، فلازم المية دي تكون مغلية. انا علقت كده على البراد وسبته لحد ما المية فيه تغلي، وطبعا الشعرية ما بتتسابش، لازم افضل واقفة جنبها كده وافضل اقلب فيها. في المرحلة دي هننزل بالمكرونة. عندي هنا شوية مكرونة حوالي نص كيس، يعني مكرونة اسباجيتي، يدوب بس كسرتها خليتها كده يعني انصاص بس مش اكتر من كده، علشان اعرف احمرها برضو وتاخد لون كده شوية معايا مع الشعرية. انا مش عايزاها تاخد لون قوي، لو كنت عايزاها تتحمر زي الشعرية كنت نزلتها من الاول، بس انا سايباها كده يدوب بس تتحمر حاجة بسيطة خالص مع الشعرية. انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزة الشعرية هي اللي تاخد لون. عايزة اقول لكم ان الكشري ده من احلى الحاجات اللي ممكن تعمليها ومتاخدش منك 10 دقايق على بعض، كلها في حلة واحدة، والصلصة بقى في حلة جنبها، والدقة هنعملها في طاسة، وهنحمر جنبهم برضو البصل. وهقول لكم على تكاية حلوة قوي بتخلي البصل مقرمش زي المحلات بالظبط. كل التكات هتلاقوها في الفيديو ده وهيعجبكم وهتستفيدوا منه جدا. حطيت بقى هنا الرز والعدس زي ما انتوا شايفين اهو، طبعا صفيته كويس قوي من المية وسايباه كده، هشوحه كده تشويحة بسيطة مع المكرونة ومع الشعرية، وبعدين هنسقيه بالمية المغلية. شفتوا المية علشان مغلية او عشان سخنة، اول ما نزلت على طول ابتدت تغلي مع الكشري وما وقفتش عملية السوى، بالعكس كمان سوى على طول. هنبدأ نقلب كده، وبعدين هنظبط الملح، هشوف لو هو محتاج ملح تاني هزود، لو مش محتاج خلاص. هو كان محتاج شوية ملح صغيرين خالص، اديني زودتهم اهو وتمام كده. هو مش محتاج اكتر من كده، يعني بيحتاج من حوالي معلقة لمعلقة ونص كده ملح. هنا بقى حطيت الطاسة هبدأ اعمل فيها الدقة. طبعا الدقة بتبقى نوعين، دقة اللي هي الدقة العادية اللي مش حراقة، والدقة التانية اللي هي بتبقى عبارة عن صوص شطة. طبعا انا مش هعمل صوص الشطة دي لان اصلا محدش عندنا بياكله، هو بس هو طريقته سهلة قوي، يعني بيكون عبارة عن زيت بتحطيه وتحمري فيه فص توم، وتحطي بقى كمية شطة كبيرة خالص، وبعد كده بتطفيه بالخل، بيبقى عبارة عن زيت شطة. فطبعا ده مش اي حد بيستحمله. هنعمل بقى الدقة اللي هي الدقة الباردة او الدقة العادية اللي ممكن الاطفال ياكلوا منها عادي، او اللي هي دقة الخل والثوم يعني عموما. حطيت هنا معلقة كبيرة من الزيت، قطعت فيها فص توم، ربع معلقة ملح، نص معلقة كمون، وسبتهم يتقلبوا مع بعض كده او ياخدوا لون مع بعض. طبعا ريحة الكمون مع التوم كده لما بتبدأ تطلع بتبقى فظيعة. هنزل بقى هنا بالخل واطفي عليها خلاص كده. شفتوا الدقة سهلة وسريعة ازاي؟ عايزة اقول لكم هي دي الطريقة اللي بيعملوا بيها في المحلات الدقة، هي دي بالظبط الطريقة. هنزود بقى هنا ليمونة، الليمونة بتدي طعم حموضة كده حلوة قوي، بتدي طعم كده مميز قوي للدقة، وبتبقى معروف ان الدقة دي بيتي مش الدقة اللي في المحلات. خلاص كده الدقة خلصناها، هنقلبها كويس قوي وهنركنها على جنب ونخش على المرحلة اللي بعدها على طول. عندي بقى هنا الحمص الشامي،
اهو هفضيه كده من الكيس وهشوف لو في اي حبايه محتاجه تتشال او حاجه. لا مفيش، خلاص هو تمام جدا. هحط عليه ميه وهحط له شويه ملح صغيرين وشويه كمون صغيرين خالص وهسيبه يتسلق. ما بياخدش على النار، يعني حوالي ربع ساعه وخلاص بيكون مستوي. طبعا ما ينفعش حمص، ما ينفعش كشري من غير حمص، يعني الحمص بيكمله بصراحه، بيبقى حلو قوي. عندي بقى هنا البصل اللي هنعمله، البصل المقرمش بتاع الكشري. بصوا الخطوات كلها سريعه ازاي وما بتاخدش اي وقت. وكمان يعني انا حبيت ان انا بحب اهتم بالتفاصيل جدا، يعني طالما هعمل كشري يبقى لازم اعمل كل تفاصيله مظبوطه زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان والله. يعني في الاخر هتلاقوا الطبق كده اتجمع احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره، بجد طعمه بيبقى حلو قوي. هقطع بقى البصل كده جوانح زي ما انتوا شايفين او جوليان، تمام، اللي هو كده يعني نقطع البصلايه بالنص ونبدا نقطعها كده علشان نعرف نفردها من بعضها او نفتح البصلات كده من بعضها، لان انا طبعا مش عايزاها كلها تبقى لسه ملزقه في بعض كده. وهقول لكم بقى على تكايه صغيره قوي هتخلي البصل ده عندكم مقرمش بطريقه انتوا مش هتتخيلوا. طبعا احنا بنعشق البصل المقرمش ده، واكتر حاجه بحب ازودها على الكشري هو البصل. وكمان لما باجي اقدم طبق الكشري بقدم جنبه شويه بصل في طبق لوحده كده وشويه حمص شامي في طبق لوحده، ده كده من ضمن الحاجات الجانبيه. بصوا بقى هي دي الحاجه اللي هتخلي الكشري عندنا البصل بتاعه مقرمش وتحفه، زي ما بيسموه كده بيقولوا عليه الورد. هو فعلا هيبقى عامل زي الورد كده مقرمش وجميل قوي. شويه الدقيق اللي بعفر بيهم البصلات، وكمان انا بفتح كده كل البصل من بعضه علشان انا عايزاه يبقى مقرمش كده ومش لازق في بعض. هنبدأ بقى هنا نجهز الصلصة. عندي هنا بصلاية وعندي فصين توم او 3 فصوص توم، ده علشان الصلصة بتاعت الكشري. وهبدأ افرمهم كده في الكبة ناعم خالص علشان دول اللي هيتحمروا. هننزل عليهم بالطماطم ونبقى جهزنا صلصة الكشري. صلصة الكشري ما بتكونش متسبكة لحد الاخر، بيكون لسه فيها شوية مية صغيرين كده. بصوا هقلب هنا البصل ونزلت عليه شوية ملح، وهتبل برضو البصلاية علشان طعمها يبقى حلو. حطيت هنا من توابل سبرينك دي اللي هي التوابل المشكلة، ممكن نستبدلها ببهارات لحمة او بهارات دجاج. حطيت كده حبة حلوين يعني علشان انا بحب البصل يبقى طعمه متبل. نص معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. وهقلب بقى البصل كده لحد ما يبدأ ياخد لون والمية اللي عليه تنشف. نزلت بقى بالطماطم، شفشق طماطم مضروب في الخلاط وسبتهم بس لحد ما يتسبكوا. ايه رأيكم بقى يا جماعة في طبق الكشري بتاعي؟ بصوا قدمت كده الكشري، حطيت على وشه شوية صلصة شوية بصل وحطيت شوية دقة، وبألف هنا وشفا.